طيب ده الجزء الثاني، الحاجات اللي الهنديين عملوها اول مره. فكره الشركات الجديده. فشركه الهند الشرقيه الهولنديه كانت هي اول شركه انترناشونال او متعدده الجنسيات. وتاني حاجه تقنين الموت الرحيم. هولندا كانت اول بلد او دوله تقنن الموت الرحيم، لكن كان بارشادات وقوانين صارمه، وده كان سنه 2002. والثالث حاجه جنون التوليب. الهولنديين كانوا متورطين في اول فقاعه سوق، صح، واللي هي اسمها كمان جنون التوليب او التوليب مانيا، واللي حصلت في القرن ال17. رابع حاجه البولدر ماستنبروك هو الاقدم واخترمير. هو اول بولدر يكون رسمي ويتسجل ان هو الاقدم فعلا، لان هو اتعمل سنه 1533. وبيمستر هو اقدم بولدر مبتكر. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. فيلهلمس هو اقدم نشيد وطني في العالم، بيرجع للقرن ال16. اتكتب وقت الثوره الهولنديه، مع انه ما اتعلنش ولا اتسجل لغايه سنه 1932، لكن هو الاقدم وكمان اقدم من النشيد الوطني البريطاني. 6 تفاح ألستر. عارفين التفاح ألستر ده اتعمل في هولندا في الخمسينات، دلوقتي هو من التفاح المفضل والاشهر في اوروبا. وبس كده، وما تنسوش تتابعوني لو عايزين تعرفوا اكتر عن هولندا. اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.